تخيلوا حمام الماستر اكبر من الحمام الرئيسي بتاع الشقه. احنا في موقع الرحاب. الحمد لله استلمنا واحده جديده. تعالوا كده نقول لكم بنعمل ايه. احنا طبعا استلمنا الشقه دي، كانت ساكنه قبل كده ومتشطبه، فعملنا تعديلات معماريه بتاعتنا وعملنا بلانات وديزاين وكل حاجه. هنوريه لكم برضو معانا دلوقتي. المطبخ كان مقفول، فتحناه على الريسبشن، وده عملنا له بار. وهنا عملنا خوارنا كده. هو مش خوارنا، هي جزامه بمعنى اصح، يعني استغلينا الحيطه دي داخله في 30 سم، فعملنا هنا جزامه هتكون قلاب، يعني هي يعتبر دي مكانها الوحيد يعني ورا الباب. لو جينا بقى شرحنا بقى نحط لكم البيانات اختصارا للتوقيت، لانه طبعا هنا العماله شغاله. المطبخ الحوض زي ما هو، البوتاجاز هيكون هنا، الغساله بتاع الاطباق جنب الحوض. هو طبعا الرجاله جم من يومين بعد ما استلمنا على طول. طبعا فوروا بقى الحمام، شالوا الصحي وشالوا السيراميك، ودلوقتي المعلم السباك شغال في الوحده. عندنا هنا كل ده كان حمام ماستر. تخيلوا حمام الماستر اكبر من الحمام الرئيسي بتاع الشقه. ده كان الحمام بتاع اوضه النوم، عملناه حمام صغير. وهنا برضو كسروا وظبطوا حالهم. والجزئيه دي الجزء ده كله كده عملناه دريسنج. وهنا طبعا عندنا مكان التي في. حتى هنا لما احنا كنا بنرفع المقاسات بدأنا نكتب على الحيط الحاجات اللي احنا عايزينها عشان يشتغلوا على البلانات بتاعتنا. دي غرفة الأطفال، فيها سريرين هنا كده، فيها مكتب، فيها دولاب، فيها بس هي تقريبا يعني الأوضة مش هتاخد غير كده يعني. دي كانت الغرفة التانية، فتحناها على الريسبشن، بمعنى إن العميل محتاج غرفة يوسع بها الريسبشن شوية في المرحلة الأولى، لأن هم طبعا لسه عرسان. لسه طبعا ما فيش أي أولاد ولا حاجة. ربنا طبعا يرزقهم الذرية الصالحة. فهو الغرفة دي عاملها غرفة مكتب، في هنا ركنة كده ومكتب وتي في بس. الباب ده عملناه جرار يتفتح ويتقفل، عشان بعد كده لو حب ان هو يقلب الغرفه دي غرفه اطفال في مرحله ما من العمر يعني. لو جينا هنا للريسبشن، انا عندي هنا كده حرف ال، القاعده بتاعتي الرئيسيه. وعندي هنا التي في بتاعي في الحيطه دي. ده كده هيكون تجاليد عشان يكون الباب مخفي فيه. وعندي هنا السفره في الجزئيه دي. طبعا اللص السباك جايبين له بضاعته، وقاعد بقى بيفرزها وبيظبط حاله عشان يقوم يشتغل ان شاء الله.